أهلا بيكم في حلقة النهاردة، وحلقة النهاردة مهمة جدا. يا ريت نكملها ونركز فيها. هتكمل ولا مستني حد يشوفك؟ في نوع من الوقوف ما هواش كسل ولا فشل ولا حتى خوف، لكن هو انتظار. الانتظار هو فكرة انك مستني حد يلاحظك او يشاور عليك ويقول اهو ده يستاهل فرصة، او ان اللي حواليك تحس ان هم مصدقينك ويدولك اشارة ويقولك كمل، احنا شايفينك. بس السؤال الحقيقي، لو محدش شايفك هتكمل؟ انا حاتم حافظ، وفي حلقة النهاردة من جوه لبره هنتكلم عن الاعتماد الزايد على تشجيع الناس، والخطر اللي بيحصل لما تربط استمراريتك باعتراف الآخرين. في شاب موهوب جدا، بيكتب، بيرسم، بيشتغل على مشروعه، بس كل شوية بيقف. مش لأنه ما بيعرفش، بس لأنه كل ما يشارك حاجة ما يلاقيش التفاعل اللي هو كان متوقعه. وأنا ممكن أكون أكبر مثال على ده. يعني تسجيل الحلقات النهاردة أنا ممكن أكون مستني إن حد يعلق أو حد يعمل لايك أو حد يقول برافو، لكن لو أنا محدش علق أو محدش عمل لايك أو حتى محدش قال برافو، أنا بكتفي بإن أنا بقيم نفسي، وبقيم نفسي على الفترات اللي أنا بسجل فيها، وبقول أنا بتحسن بكفاية. لكن بالنسبة لصاحبنا، هو مستني ده فبدأ ينسحب. بدأ ينسحب لأنه حس إن هو لسه ما وصلش لحلمه، ولأنه مستني حد يأكد له ده. ودي الغلطة اللي بتحصل لينا، إن إحنا بنبقى مستنيين الناس تشوفنا وتأكد لنا وجودنا. الحقيقة الاعتراف مش دايم، والمجتمع مش دايما منصف، وساعات مفيش جمهور. لكن النجاح الحقيقي هو إنك تكمل حتى في غياب الجمهور. في دراسة من جامعة ستانفورد لقوا إن الناس اللي بيمتلكوا دافع ذاتي عالي عندهم القدرة أعلى بمرتين على الاستمرارية، حتى في الظروف اللي ما فيهاش دعم خارجي أو مكافأة واضحة. يعني اللي بيتحرك من جواه أقوى من اللي مستني إنه يتحرك لما حد يقول له برافو. تعرف منين إنك مستني الناس تشوفك علشان تكمل؟ لو كل مرة بتعمل حاجة ومحدش شافك وانت وقفت، يبقى انت من الناس دي. ولو بتغير فكرتك كل شوية علشان تعجب اللي حواليك، يبقى انت من الناس دي. ولو قعدت تعمل خطة وتخطط لها كويس وتقول انا هبدأ، بس مستني الظروف تتهيألي او ان حد يقولك تبتدي، يبقى انت من الناس دي. لكن اكيد في حل يخلي عندنا الدافع دايما إن إحنا نشتغل على الحاجة اللي بنحبها أو اللي إحنا بنخطط لها، من غير ما نستنى القبول أو الرفض من اللي حوالينا. دايما خلي عندك الدافع إنك تتحرك. لما تعمل حاجة أو لما تبتدي في حاجة لازم يكون ليها نهاية. يعني تتحرك من غير ما حد يسقف لك. ابتدي من غير ما حد يقولك أنت جامد وصح. صدق حلمك وآمن بنفسك حتى لو محدش شايفه غيرك. واعرف إن أغلب اللي بنحبهم النهاردة هم قعدوا سنين محدش كان شايفهم، بس هم شافوا نفسهم وكملوا لحد ما وصلوا لنا بحب. وهختم لكم، في التربية لما يعمل ابنك إنجاز ما تكتفيش بس إنك تسقف له، علمه يستمد فخره من نفسه مش من رأي الناس اللي حواليه. يعني دايما تسأله أنت فخور بنفسك أو باللي أنت عملته ولا لأ. وفي أثناء رحلته لتحقيق حلمه قُل له أنا شايفك بتتعب وشايفك بتحاول، بس كمّل من غير ما نطلب منّك ده، علشان لمّا يكبر ما يستناش دايمًا اللي يدّي له الإذن عشان يتحرك. أتمنى تكون دايمًا المعلومة بتوصل لك بسهولة ومن غير كلاكيع، وتكتب لي في الكومنتات إيه المشروع أو الحلم اللي بدأت فيه وبطّلت لإن ما حدش شجّعك، ولو رجعت هتبدأوا من الأول والّا هتستنى حد يشجعك؟ اشتراكك في القناة هو تشجيع ودعم، بس أنا كده مكمّل. في الحلقة الجاية هتكون بعنوان اللي بيحبك مش دايمًا فاهمك، وهنبدأ نتكلم فيها عن العلاقات اللي فيها مشاعر بس ما فيهاش وعي، عن إزاي تتشاف على حقيقتك مش على توقعات الناس ليك. سلام.